سنة 1857 بالقطب الشمالي كانت في سفينة عالقة بالجليد. الكابتن أندرسون أمر الطاقم تبعه يكسروا الجليد اللي حوالين السفينة على وعسى هذا الإشي يحركها. بعد كم ساعة شغل دكتور السفينة نادى على أندرسون عشان يحكي له إنه شايف نار مولعة من بعيد. راح أندرسون وكم واحد من رجاله عشان يشوفوا شو القصة، وهناك بلاقوا دم بكل مكان على الجليد. ولما قربوا أكثر شافوا زلمة مصاب اسمه فيكتور، ولما حاولوا يساعدوه سمعوا صوت زمجرة بتخوف قريبة منهم. الكل خاف فأخذوا فيكتور بسرعة على السفينة ومسكوا أسلحتهم. شوي ولا الطاقم بيشوف مخلوق شكله غريب جاي عليهم، فورا فتحوا النار عليه لكن الرصاص ما بيأثر فيه. المخلوق وصل للسفينة وصار يهاجم في الطاقم واحد ورا الثاني ووقعهم بكل سهولة. بعديها طلع على السفينة وحكى لهم يسلموه فيكتور. الطاقم رفضوا فالوحش رجع يقاتلهم وصار يوقعهم واحد ورا الثاني بكل سهولة. أندرسون جاب الشوت جن تبعه وصابوا كم إصابة كانت كفيلة إنها توقعوا عن السفينة، لكن المخلوق ظل عايش. فالطاقم بسرعة رفعوا السلم عشان يمنعوا يرجع مرة ثانية. المخلوق عصب وصار يدفش بالسفينة اللي صارت تميل بشكل خطير جدا. أندرسون بيفتح النار مجددا على المخلوق، لكن هاي المرة تحت جريه، وبكسر الجليد اللي تحت جرين المخلوق، فالمخلوق بيغرق في المي المتجمدة. بعدها بشوي دكتور السفينة بلش يعالج بفيكتور اللي حذرهم من المخلوق وحكى لهم انه راح يرجع لانه ما بيموت، واعترف لهم انه هو اللي صنع المخلوق هذا. وحكى لأندرسون انه لما يرجع المخلوق لازم يسلموه له، وبلش يحكي لهم القصة من الاول. فيكتور هو ابن الجراح ليوبولد اللي تجوز امه عشان مصاريها. ليوبولد ما كان يقعد في البيت كثير، ولما كان يقعد كان يكون كثير متحكم لدرجة انه مرته ما كانت تقدر تاكل الا لما هو يحكي لها، واهله كانوا دائما يتهاوشوا عشان المصاري وعشانه هو كمان. وهذا الاشي كان يخوف الولد المسكين كثير. وبعد كل هالمشاكل كان يطبطب على امه وهي بتبكي، وكان الولد في قرارة نفسه متأكد انه ابوه ما بحبه لا هو ولا امه لانهم مش شبهه. ليوبولد علم فيكتور كل إشي وكان يعمل له امتحانات، ولما كان ما يعرف يجاوب كان يضربه بالعصاية. في يوم من الأيام إم فيكتور بلشت تولد وصار معها نزيف قوي. ليوبولد فورا ركض وساعدها. الولد انولد بصحة ممتازة، لكن إم فيكتور ماتت وهي بتولد، وبدون وجودها ودعمها فيكتور صار يحس حاله وحيد بالدنيا. ومع مرور السنوات ليوبولد صار يقضي معظم وقته مع ابنه الجديد ويليام، وكان مطنش فيكتور ومش سائل فيه. وهاي المعاملة خلت فيكتور يفكر كيف إنه ممكن أمه تموت وهي تحت إيدين أمهر دكتور في البلد. فقرر يواجه أبوه واتهمه إنه ترك أمه تموت عشان تجيب الولد اللي هو بده إياه. ليوبولد رد عليه بكل بساطة إنه ما حدا بيقدر يهزم الموت. ففيكتور أقسم إنه بيوم من الأيام راح يسيطر على الموت والحياة. بنفس الليلة حلم بملاك أسود ومحاوط بالنار، وهذا الحلم ألهمه إنه يصير جراح أشطر من أبوه. بنرجع على الوقت الحاضر وبنشوف الوحش كسر الجليد وطلع يدور على السفينة. برجع فيكتور وبكمل قصته وبيحكي إنه بعد موت أبوه ليوبولد ويليام راح يعيش مع قرايبه في فيينا، أما فيكتور راح على لندن وإدنبرا وقضى سنين كثيرة ليزيد معرفته وعلمه. وفي سنة 1855 بالكلية الطبية الملكية فيكتور اقترح إنه البشر ممكن يقدروا يوقفوا الموت، وكان جايب أعضاء وجامعهم مع بعض وشابكهم على جهاز، وبس شغل الجهاز الأعضاء بلشت تتحرك، والكل بينصدم من المشهد. واحد من الأساتذة بيحكي إنه تحركت بفعل تأثير الكهرباء ليس إلا وهي مجرد حركات سيرك. وعشان يثبت له انه التجربة حقيقية فيكتور بيرمي طابع على الكائن وبيلتقطها بسرعة بايده، وهذا بيثبت انه الدماغ شغال والعضلات بتتحرك بشكل طبيعي مش من تأثير الكهرباء. الأساتذة طلبوا منه يوقف المهزلة هاي، وحكوا انه بس ربنا اللي بيعطي وبياخذ الروح، وصارت دربكة والكل انجن جنونه. وكان في شخص اسمه هنريك بيتفرج من بعيد. فيكتور فصل الكهرباء عن الكائن وطلع لبرا، وهنريك على طول لحقه وحكى له انه مبعوث من اخوه ويليام اللي راح يجي يزوره بعد كم من يوم. وويليام كان بده يعرفه على خطيبته إليزابيث اللي هي بتكون بنت أخت هنريك كمان. ولما فيكتور سأله عن عرضه التقديمي حكى له إنه كان عبقري، بس عمل أغلاط كثير لأنه كان متحمس زيادة عن اللزوم. وهنريك طلب منه يضل في إدنبرا 3 أيام عشان راح يورجيه إشي خرافي. بعد 3 أيام فيكتور زار هنريك ببيته وجاب معه أبحاثه. هنريك شرح له إنه كان جراح بالجيش، وورجاه لوحة خشبية عليها جهاز عصبي لإنسان كأنها قطعة فنية، وتناقشوا بتفاصيل كيف إنه ممكن جسم الإنسان يخزن طاقة. وهذا الاشي اعطى فيكتور افكار جديدة كيف انه يحسن من مشروعه. وهنريك عرض عليه يشاركه كل موارده وحلف له انه كل اللي بده اياه هو المعرفة، بالمقابل انه راح يطلب منه اشي بس بعدين. فيكتور حكى له انه راح يفكر في الموضوع وراح اخيرا عشان يقابل اخوه. ويليام عرف فيكتور على خطيبته إليزابيث وتعشوا مع بعض، بس الجو تعكر لما ويليام حكى انه فيكتور طول عمره بحب يلفت الانتباه. وإليزابيث حكت لفيكتور انه تفكيره بهيك مشاريع هو ضرب من الجنون. بنرجع للوقت الحاضر وفيكتور بلش يقح دم، فالدكتور أعطاه شوية أدوية،
وفجأة الطاقم اللي برا بلشوا يصرخوا، واجا واحد منهم ينادي أندرسون، والظاهر انه واحد شاف المخلوق بقرب. أندرسون اخذ نظرة بس ما شاف اشي. الطاقم كانوا ميتين من الخوف وكانوا شايفين انهم لازم يسلموا فيكتور، لكن أندرسون حكى لهم انه فيكتور تحت حمايته ومش بعيد عنهم كثير. كان المخلوق بيراقب في السفينة، ولما أندرسون رجع فيكتور كمل قصته. بعد كم ليلة من هذاك العشاء المتوتر، هنريك أخذ الإخوة على قلعة قديمة مهجورة. فيكتور أخيرا وافق على العرض وحكى له كل إشي بيحتاجه عشان يحول القلعة لأروع مختبر. بعدها فيكتور صار يروح على المدينة ويأخذ أجساد اللي انحكم عليهم بالإعدام عشان يستخدمها في أبحاثه. بيوم من الأيام شاف إليزابيث بالمدينة واكتشف إنها بتروح على الكنيسة عشان تعترف، بس هو دخل بالأول ودخل غرفة الاعتراف وعمل حاله القسيس عشان يسمعها شو بدها تحكي. فبتحكي إليزابيث إنه أخو جوزها شرير وقاسي. ففيكتور فتح الشباك واكتشف انها بتعرف انه موجود من الاول. بعد فترة بحفلة عشاء، فيكتور اخذ نظرة على الكتب اللي اشترتها إليزابيث وعرف انها مهتمة في الحشرات، وهي بينت اهتمامها بالعلم وعجائب الحياة، وهو اعجب هذا الاشي كثير لدرجة انه طلب منها ترقص معه. خلال الاسابيع اللي بعدها فيكتور ظل يجمع موتى ويزور الحدادين عشان يجمع قطع الالات اللي بيحتاجها، وكمان صار يقضي وقت اطول مع إليزابيث. تجاربه ما كان فيها اي تقدم، فهنريك واجهه وحكى له انه يبطل حكي بإليزابيث ويركز في الشغل، وحكى له انه الحرب راح تخلص عن قريب، واعطاه فرصه لمده اسبوع عشان ينجز اشي. بعد فتره إليزابيث بتزوره في المختبر وبحكي لها انه في رابط قوي بيناتهم، وبقرب منها عشان يحاول يبوسها لكنها بتمنعه وبتحكي له انه خلص اختارت ويليام. بعد ما تروح فيكتور بياخذ حمام عشان يفكر بكسرة قلبه، وهذا الشيء أعطاه إلهام يفكر شو اللي كان ناقص لتجربته إنها تنجح. بروح بغير توصيلات البطارية وفعلا المخلوق بيتحرك. بعدها هنريك وفيكتور بروحوا على ساحة معركة عشان يجمعوا أكبر عدد من الأعضاء. بالأيام اللي بعدها فيكتور صار يشتغل بجد ويختار أحسن الأجزاء عشان يبني جسد من الصفر، وهنريك كان يزوره من وقت لوقت عشان يصور العملية. بليلة من الليالي بينتبه فيكتور إنه في عاصفة، وبجهز حاله عشان يضرب المخلوق بالبرق عشان يصحيه. وبروح يدور على هنريك وبلاقيه متخبي ورا مراية، وبيكتشف انه كل شعره واقع. طلع انه لابس باروكة وانه معاه سرطان وانه مش راح يعيش كثير. وهنريك اخيرا بيكشف شو الخدمة اللي كان بده اياها من فيكتور. بده مخه ينزرع في جسم المخلوق عشان يعيش اكثر. فيكتور بيرفض وبيطلع على سطح القلعة وبيتسلق لنهاية البرج عشان يركب جهاز يوصل البرق لجسم المخلوق. وهو نازل بلاقي هنريك وبرجع يترجاه وبيعرض عليه كل فلوسه وبيعرض عليه إليزابيث فوق البيعة، لكن فيكتور بيرفض مرة ثانية وبيحكي له إنه السرطان لوث كل جسمه حتى مخه ودمه. هنريك بعصب وباخذ قطعة من الجهاز وبهدد إنه راح يرميها من فوق البرج. فيكتور بيحاول ياخذها منه، وبالمعركة بيوقع هنريك والقطعة على الأرض وبموت هنريك. فيكتور بينزل ركاضة تحت وبتأكد إنه هنريك مات، وباخذ القطعة وبرجع يركبها بالجهاز. لما البرق ضرب المختبر تعبى كله شرارة والكهرباء مشت في جسم المخلوق. بعدين فيكتور فصل الجهاز وصار يفحص بنبض المخلوق، بس للأسف ما كان في نبض. فصرخ من القهر وراح على غرفة نومه. وبنفس الليلة حلم بنفس الملاك الأسود. ثاني يوم الصبح بيصحى فيكتور على صوت أمه بتناديه، وبينصدم لما بيلاقي المخلوق واقف قدامه. فيكتور بيقرب منه والمخلوق بصير يقلد كل حركات فيكتور، لكنه بخاف من الشمس لما فيكتور بيفتح البرادة. وفيكتور بصير يفهمه إنه الشمس هاي عادي، وبصير يخليه يكرر اسمه قبل ما يحضنه ويسمع نبضات قلبه. بعدها فيكتور بياخده على نفق تحت القلعة وبيسلسله عشان يخبيه حاليا. مع مرور الأسابيع المخلوق بيصير أقوى لكنه لسه ما بيعرف يحكي، وفيكتور يا دوب يقدر ينام لأنه لازم يدير باله عليه كأنه طفل مولود جديد. وبيوم من الأيام المخلوق بيجرح حاله بالغلط، ففيكتور بيجهز حاله عشان يخيط له الجرح، وبيتفاجأ إنه الجرح بيلتئم لحاله. وكل ما كان فيكتور يفقد أعصابه المخلوق كان يرجع لورا وهو خايف. بعد أسابيع كثيرة ويليام وإليزابيث بيقرروا يزوروا القلعة. فيكتور بيكذب عليهم بخصوص هنريك وبحكي لهم إنه سافر وراح يرجع بعد كم يوم، وبعدها بيسحب ويليام على مختبره. إليزابيث بتسمع أصوات وبتلحقهم على المختبر، وبتنصدم لما بتلاقي المخلوق موجود هناك مسلسل. بيلمسوا إيدين بعض وإليزابيث بتكون مصدومة من اللي بتشوفه. بعدها إليزابيث بتطلع تركض وبتسأله ليش حاب الزلمة زي هذا، فباخذهم الاثنين على المختبر وبشرح لهم إنه هذا المخلوق هو اللي صنعه. وبينما المخلوق برجع الكفوف لإليزابيث اللي وقعوا منها، بيسألوا ويليام إذا كان المخلوق عنده ذكاء ولا لا، لكن فيكتور بيتهرب من الإجابة. بنفس الليلة كان المخلوق يسلي حاله إنه يحط ورق شجر في المي ويتفرج عليهم، وبترجع إليزابيث تزوره في الليل وبيعطيها ورقة الشجر، وقاعدة تحاول تخليه يلفظ اسمها ويتعلمه كيف يحرك حنجرته، لكن المخلوق ما عرف. لكن وهي طالعة نطق اسمها، ولما فيكتور شافها طالعة من عنده عصب وصار يبهدل فيها. لكن عصبت لما فيكتور صار يحكي عن المخلوق إنه غبي. حكت له لا أنا شفته عنده وعي وبيفهم، ووصفت فيكتور بالوحش لأنه بيلعب دور الخالق. فيكتور عصب وراح على النفق وخلى المخلوق يوقف بطريقة معينة،
ولما ما رد عليه مسك سيخ حديد وصار يضرب فيه، وبدون وعي صار يقلد طريقة أبوه في التعليم. بعد كم ضربة المخلوق بينزعج وبيمسك السيخ وبيطويه بكل سهولة، وظل يكرر اسم فيكتور وإليزابيث لحد ما تركوه راح. ثاني يوم الصبح فيكتور بيحكي لويليام إنه عمل غلطة وإنه المخلوق خطير كثير، وكمان فرجاه جثة تحرك وادعى إنه المخلوق هو السبب. فيكتور بيقنع ويليام إنه يأخذ إليزابيث ويروحوا بحجة إنه بيحميها، وقبل ما يروح ويليام بيسأله إذا كان المخلوق راح يعيش كثير، ففيكتور بيحكي له لا، إنه حياته راح تكون قصيرة. وفيكتور بيمسك بنزين وبكبه في المختبر وبالنفق. بنفس الوقت إليزابيث بتحس بإحساس مش منيح، فبتطلب من ويليام إنها ترجع. فيكتور راح لعند المخلوق وأعطاه فرصة أخيرة إنه يحكي إشي، لكن المخلوق بضل يكرر اسم فيكتور وإليزابيث. فيكتور شاف إنه هذا الحكي مش كفاية، فولع في المبنى كله وترك المخلوق مسلسل جوا. ولما طلع فيكتور من المبنى سمع المخلوق بيصرخ، فحس بالندم من اللي عمله ورجع عشان ينقذه. ولما جاي يفتح الباب صار انفجار قوي ورماه لبعيد واجره انصابت إصابة قوية، وبعديها المبنى كله انفجر. ولما وصلت إليزابيث انصدمت لما شافت القلعة بتنهار. بنرجع للوقت الحاضر وأندرسون بيسمع الصوت صراخ برا، ولما أجي يفتح لقى المخلوق بوجهه، وفورا وقعوا على الأرض وكان ناوي يخلص عليه، لكن فيكتور صرخ عليه إنه يتركه، وإنت بيجي عشاني تاخذني أنا. ولما أندرسون حكى له إنه يخلص عليهم الاثنين، المخلوق حس إنه أندرسون بيستاهل إنه يسمع القصة من وجهه هو، وهو إنه خلال الحريقة وقعت أجزاء من الجهاز وخوفت المخلوق، وقدر يقطع السلاسل ويهرب عن طريق أنابيب الصرف للمحيط قبل الانفجار. بعدها وصل المخلوق للشط وصار يتجول ودخل في الغابة، وهناك لقى هياكل عظمية كثير للأجسام اللي استخدمها فيكتور، ولقي جاكيت ولبسه وانبهر كثير بمنظر الغزلان، وصار يطعم واحد منهم توت. شوي ولا الغزال بيوقع ميت قدامه. التفت المخلوق ولقى انه 2 صيادين هم اللي صادوه. الصيادين ارتعبوا من منظر المخلوق وصاروا يطخوا عليه هو كمان، وهذا الاشي خلاه يهرب من المكان. وبعد ما هرب ظل يتجول لحد ما لقي مزرعة وتخبى بالكوخ الموجود فيها، وغفي وهو بيطلع على الجرادين. ثاني يوم الصبح المخلوق سمع الصيادين رجعوا وبيحكوا للعائلة شو اللي صار معهم، واثنين من أفراد العائلة كان زلمة ختيار وبنت صغيرة. المخلوق صار يتجسس عليهم، وأحيانا كان يلحقهم على الغابة، لأنه تأثر كثير بطريقة تعاملهم اللطيفة والمحبة بينهم وبين بعض. الختيار كان يعلم البنت القراءة، ومن متابعته لهي الدروس المخلوق صار يعرف يحكي. كل يوم بيمر المخلوق كان يتمنى أنه يكون جزء من هاي العيلة الحلوة، فصار يعمل لهم أشياء بالسر زي إنه يترك لهم حطب برا ويصلح لهم السياج الخربان. والختيار حكى للبنت إنه هذا شغل أرواح الغابة، فصاروا يتركوا خرابين، وكان يأخذ المخلوق وهو مبسوط. بيوم من الأيام قطيع من الذئاب حاصر المزرعة وصار يهاجم الخرفان. المخلوق انصدم لما شاف الصيادين بطخوا الذئاب، وتعلم إنه العنف مش دائما سببه الكره، وإنه لابد منه في بعض المواقف. بعد فترة العيلة سافرت علشان الشتاء، والختيار الأعمى ضل حاله، فالمخلوق دخل على البيت الرئيسي والختيار استقبله بكل لطف. ولما المخلوق كسر جنينه بالغلط خاف لأنه توقع إنه يتعاقب، بس الختيار عامله بلطف واستوعب إنه هذا الشخص الغريب اللي كان يساعدهم بالسر، فعزمه يضل معه وحضنه وحكى له يا صاحبي. بالأيام اللي بعدها الختيار والمخلوق قضوا كل وقتهم مع بعض، وكانوا يطلعوا ويتمشوا. والمخلوق قرأ كتب كثير مختلفة وحكى إنه مش متذكر أي إشي قبل ما يصحى على الشط، مع إنه أحيانا بيحلم بشخص واسمه فيكتور. الختيار حكى له يلحق الصور اللي بيشوفها بحلمه، فالمخلوق صار يدور لحد ما لقي القلعة المدمرة، فاكتشف مذكرات فيكتور وصور لهنريك، ولقي ظرف مكتوب عليه اسم فيكتور الكامل وعنوانه بالمدينة. ولما رجع المخلوق على المزرعة انصدم لما لقى الذئاب موجودة بالبيت، فركض لجوا والذئاب هجمت عليه، فهو رد عليهم وخلص على أكم من واحد منهم، وباقي الذئاب خافت وهربت بسرعة. بعدها راح يتفقد الختيار اللي كان مصاب إصابات شديدة لكنه عايش. المخلوق شرح للختيار وحكى له انه اكتشف حقيقته انه هو عبارة عن وحش. الختيار حكى له مين حكى هيك؟ انت انسان بكل معنى الكلمة وصديق وفي. وبعديها الختيار بموت. بهذيك اللحظة الصيادين رجعوا وتعرفوا على المخلوق من حادثة الغزال، وفكروا انه هو اللي اذى الختيار، فعلى طول فتحوا عليه النار لكنه طلع من غير ما يأذيهم. والصيادين لحقوه وظلوا يطخوا عليه لحد ما وقع. بعديها تركوه لانهم فكروه مات. بعد كم ساعة المخلوق صحي، ولما جروحه التأمت استوعب انه عمره ما راح يموت، وهسه صار عنده هدف واحد، انه يلاقي فيكتور بأي ثمن. بنفس الوقت بنشوف فيكتور خسر رجله وصار يلبس طرف صناعي. بليلة عرس ويليام فيكتور زار إليزابيث عشان يتمنى لها زواج سعيد، بس إليزابيث ما قدرت تتحمل تشوفه فضربته كف عشان يروح. وهنا بتبين إنها لسه محتفظة بورقة الشجر تاعت المخلوق. بعديها فيكتور رجع على غرفته ولقى باب البلكونة مفتوح. التفت لورا شاف المخلوق طلع من العتمة وطلب منه يصنع له أنثى، لكن فيكتور رفض يصنع وحش ثاني
فالمخلوق صار يلولح فيه في كل الغرفة وكسر فيه كل الأثاث. إليزابيث بتسمع الصوت وبتركض على غرفة فيكتور وبتتأثر كثير لما بتشوف المخلوق، وفيكتور بيستغل فرصة التهاء المخلوق وبيسحب مسدسه وبطخ عليه، لكن إليزابيث بتدافع عنه وبتاخذ الطلقة بداله. والصوت العالي بيلفت انتباه ويليام والمعازيم، وفيكتور بحكي لهم إن المخلوق هو اللي عمل هيك، فبيهجموا على المخلوق عشان يحاولوا يمسكوه، بس هو قوي كثير فبزتهم عنه بكل سهولة وبصيبهم إصابات خطيرة. بعديها إليزابيث بتطلب منه يأخذها معه، فبيأخذها وبيطلع من الغرفة. وهم طالعين من صالة الاستقبال المعازيم بتسعوا لهم المجال وهم مصدومين. فيكتور بروح بسرعة يتفقد أخوه ويليام اللي بلومه على كل إشي وبيحكي له إنه هو الوحش الحقيقي، وبعدها بيموت. بمغارة قريبة المخلوق بنزل إليزابيث وبتحكي له إنه عمرها ما لقت مكانها بالدنيا، بس لقت هذا المكان عنده هو، وهالإشي هذا خلاها تحس بالخلود. ولما بتموت المخلوق بنهار فيش شوية وإلا فيكتور بيدخل على المغارة، فالمخلوق بيمسكه بيدفشه على الحيط وبيكسر له منخاره وبيطلب منه يخلص عليه زي ما صنعه. بعديها بيطلع لبرا المغارة وبيستفزه عشان يلحقه. فيكتور اللي معبى حقد بده ينتقم، فبضل يلاحق المخلوق لأسابيع، وبالآخر المطاردة بتاخذهم للقطب الشمالي. وبعد ما يشتري رصاص وديناميت فيكتور بيخيم على الجليد وبستنى المخلوق يظهر. لما المخلوق بيحاول يدخل فيكتور بيطخ ايده وبيخليه يبعد. المخلوق بفاجئ فيكتور من وراء وبسحبه لبرا الخيمة، وبتقع اللمبة بالغلط وبتولع الخيمة، وبنزل فيه خبط وبفتش شنطته وبيلاقي ديناميت، فبيجبر فيكتور انه يولع الديناميت ويهرب. الديناميت بنفجر والموجة الصدمية بترمي فيكتور على كثبان ثلجية، وهاي هي اللحظة اللي عثر فيها أندرسون وطاقمه على فيكتور. بالوقت الحاضر فيكتور بيمسك ايد المخلوق وبيعتذر منه وبيطلب منه انه يسامحه، وبيحكي له يا ابني، والمخلوق بيحكي له انه مسامحه، وفيكتور بيموت بسلام وببوسه على جبينه وهو بيحكي له يا ابوي. بعدها اندرسون بيأمر رجاله يبعدوا وبخلي المخلوق يروح، وكشكر منه المخلوق بيدفش السفينة عشان اخيرا يحررها من الجليد. السفينة بتبحر والمخلوق بيضل يتطلع في الشمس. ولهنا وبيخلص الفيلم. فلو عجبكم الملخص ما تنسوا الاشتراك والاعجاب، وبشوفكم الفيديو الجاي. سلام.